كده بالبرد اللي انا فيه ده. يعني جوزي خدني حبيبي قال لي تعالي ايه وزعي البرد في الشارع، فواخدني دلوقتي اوزع البرد على الناس في الشارع. هتودينا فين؟ اوديكم توزعوا البرد في الشارع. هو انت شكلك خايف على نفسك صح؟ ايوه يا جوزي حبيبي، لا مش كمان. لا ده هو مصمم قال لي تعالي. لا انا تعبانه اصلا. ملك جابت لنا البرد من المدرسه. يعني جابت لنا الوباء جابت لنا البلاوي كلها. جابت لنا الوباء كله نشرته لينا في البيت. انا وعاصم وهي اتعدينا بصراحه بقى لنا اسبوع تعبانين، عشان كده ما كنتش عارفه اصور لكم فيديوهات واتاخرت عليكم طبعا. بس اعذروني والله البرد مبهدلنا خالص، وهي شكلها كورونا. عشان كده انت مصمم تاخدني. انت شكلك عايز ترميني في الشارع ولا؟ لا انا بس عايز اهويكي شويه. تهويني شويه؟ قال لي تعالى مرجحك، فهو هياخدني دلوقتي يمرجحني. هتمرجحني فين؟ مرجعك في المرجحه. طب هي المرجحه فين؟ هي المرجحه بتطلع البرد يعني ولا ايه؟ امال ايه؟ طيب هنروح نشوف هنتمرجح فين ولا هنوزع البرد فين على الناس. احنا في جنينه كده جنبنا قريبه من البيت عندنا، يعني نص ساعه كده ونروح لها ناخد عاصم بقى نهويه شويه، عشان عاصم برضو البرد مبهدله بصراحه. هنروح نطلع نوزع البرد في الشارع، وبعد كده نروح فين؟ يعني البرد ولا ايه؟ وبعد كده نروح فين؟ مش انت اللي عايز ترميني في الشارع؟ وبعد كده نروح البيت نجيب البرد تاني نطلعه بكره، وبعد كده نروح البيت. بس انت الوحيده اللي ما جالهاش برضه بصراحه. سيبوني بقى. وانت كمان. لا انا عندي. انا بعيده عنهم. انت عارفه مش عايزه يجي لي حاجه. طيب المفروض تلبسي بقى كمامه ولا حاجه عشان ما تبعديش. الكلام ده. انت وبابا الاثنين اللي فلتوا بصراحه في البيت. انت وبابا انور. طب ايه يا بابا انور؟ مش هتاخد شويه برد من عندنا ولا ايه؟ لا مش عايز برد. الدنيا ضلمه اصلا. ارجع استخبى تاني. استخبي لا يا سنتي. ما يجيليش برد. انت خايفه على نفسك يعني. انتوا الاثنين خايفين على نفسكم، بس ما تخافوش هنوزع البرد عليكم انتوا كمان. هدي شويه للناس والناس ذنبها ايه يعني؟ يعني عادي صحابك يشيلوا معاك. انزل اوزع البرد على الناس. لا حرام. عاصم لا عاصم بصراحه متبهدل بصراحه، فاحنا قلنا نهويه شويه يمكن البرد يخف منه شويه. سومه واقف في الشباك يا عاصم. ايوه انا كده مش هوديك المراجيح عشان زقيت ايدي. لا مش هوديك المراجيح. لا مش هوديك. بابا هيوديك. بيقول لي بابا هيوديني. روح وديه يا بابا. بابا خايف على نفسه النهارده اجازته طبعا، ما رضيش يقعد في البيت. قال لا انا ما اقعدش في البيت تجيبوا لي وباء. خاف على نفسه. خفت على يوم الاجازه الصراحه. يوم الاجازه دوت يعني بيحصل فيه العجب. لازم يتخاف عليه. بيحصل فيه العجب. لازم يتخاف عليه صراحه. خايف على نفسك والله. لا صدقني خايف على يوم الاجازه. اشمعنى يعني يوم الاجازه؟ يوم الاجازه ده يوم عبقري. عشان انا جعانه. كلنا جعانين. هتاكلنا؟ طب حط ناكل العربيه الاول. انا واحده عيانه ومريضه يعني المفروض تاخدني تغذيني تاكلني. ننزلوا عند اي سوبر ماركت بقى اي حاجه. سوبر ماركت؟ يعني بصوا منزلنا من غير فطار، واللي بقى احنا صاحيين متاخر. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 5 ولا 6؟ الساعه 5:30 او 6 يعني. المغرب اذن وبيقول لنا روحوا خشوا السوبر ماركت. السوبر ماركت اللي ناكل منه ده؟ عايزه اكل اندومي يا بابا. وانت عايزه تجيب لنا المرض اندومي. واندومي يا سنتي. طب خلاص عايزه اكل من عندها اهو. في مصمت اهو. خشوا تاكلوا عنده. خشوا تاكلوا هنا. الدنيا زحمه والطريق زحمه. نوصل بقى واوريكم بقى هيمرجحنا في انهي مرجيحه. وديني مرجيحه. هنمرجحنا. فين وصلنا؟ ايه ده وصلنا بجد؟ فين وصلنا؟ فين وصلنا. يعني كمان مش هنوصل. شكلها كده هنقف حفره من الحفر دي. في حفره. طب يا سوايا شاطر ودينا القناطر. ايه رايك؟ والله ولا نفسنا نروح القناطر، بس يعني مين يصحى بدري بقى؟ هي دي مشكلتنا. مش مشكلتنا القناطر، احنا ممكن نروحها في اي وقت. العربيه معانا. لا بس مشكلتنا في الصحيان بدري. عايزين حد يصحينا. مين هيصحينا يا ساندي؟ مش انا اكيد. طبعا ساندي ما بتروحش مدرسه عشان ثانويه عامه فما بتصحاش. اللي راحت المدرسه جابت لنا الوباء من المدرسه. انت كده داخل تحط بنزين؟ العربيه جعانه؟ طب يعني العربيه جعانه تحط لها واحنا ايه يعني؟ مش جعانين زي العربيه؟ هيروح يشحن العربيه يحط لها بنزين واحنا سايبنا كده من غير بنزين. فين القطه؟ بص احمد بيحط بنزين كده. بص عاصم واقف في الشباك عمال يدور على المراجيح مستني المراجيح. بص على القطه مش عايز يتصور معانا خالص. زومه
بتكسف. بص بص يا زمزومة، ماما عندها برد مش قادرة تتكلم. يلا بص للكاميرا، قول لهم طب باي باي، قول لهم باي باي يا رخم، قول لهم باي باي. خلاص مش هديك المراجيح. بص بتكسف ازاي، بص مش هديك المراجيح. القطة اهي، القطة اهي. خلاص انا كده مش هديك المراجيح، مش هديك المرجيحة. بص بقى احنا كده خلاص وصلنا عند الحديقة. طبعا انا كتمت الصوت لان كان في صوت اغاني كتير جدا. وطبعا كانش هينفع يعني اتكلم هناك واسيب الفيديو كده، فللاسف كتمت الصوت وقلت اسجل لكم لما اروح، لان صوت الاغاني ما ينفعش زي ما انتم عارفين عشان اليوتيوب وكده. دي اسمها حديقة بدر، الدخول فيها ب10 جنيه للفرد. احنا طبعا كان احمد قطع التذاكر ودخلنا رحنا الى الجنينه فاضيه خالص، مش فاهمه ليه الناس، عشان كان وقت الماتش. كان في طبعا زي ما انتم عارفين الوقت اللي ده كان وقت الماتش والكل كان قاعد بيتفرج عليه. فكانت رايقه خالص ما فيهاش ناس كتير. طبعا عاصم اول ما دخل يعني ما اداناش فرصه نقعد حتى ناكل اي حاجه، لا عايز يخش على الباليه على طول، ما بيتفهمش. عايزه اقول لكم ان هو بيركب من هنا اي مرجحه او اي حاجه ويقعد يصوت ويعيط، يعني من كتر يعني هو بيعيط عايز يركب وبيركبها ويقعد يعيط عايز ينزل ويخاف عايز حد يقعد جنبه. فبصوا هو ما سابش ولا لعبه غير لما ركبها، بس حد يكون لازم يكون قاعد جنبه. هو بيخاف جدا جدا. طبعا بعيدا عن الخنفان اللي انا فيه ده ما تركزوش مع كلامي خالص لان الحروف عماله تقع مني. تمام. بص هم بقى كده ركبوا، احمد ركبوا العربيه. هنا ركوب اللعبه كانت ب20 جنيه للفرد. فهو قطع تذكره وعاصم تذكره عشان يقعد جنبه طبعا عشان هو بيخاف، اول حاجه هو مش عارف يسوق العربيه. وهو خدوا يعني وقعدوا ركبوا سوا هما الاتنين، وانا كنت قاعده بقى بصورهم. طبعا كان مبسوط قوي عاصم، اكتر واحد اتبسط في الفسحه دي. بصوا هي الجنينه صغيره مش كبيره، هي كان فيها كافيتريتين، كان فيها محل لعب، كان فيها الملاهي. ما كانتش كبيره قوي. انا بتهيألي ما روحتش حديقه بدر دي غير مره او مرتين من زمان قوي. فهي عشان قريبة من البيت بقى كنت انا تعبانة طبعا فما رحناش حتة بعيدة، فقلنا نوديهم دي يعني اهو يفك شوية عاصم واحنا نتفسح شوية. طبعا بصوا بقى المرجحة دي سجي وملك صمموا ان هم يركبوها، وانا جبانة جدا على فكرة. بخاف. وطبعا احمد طبعا موديني عشان يمرجح لي زي ما هو قال، وصمم ان انا بعد ما ملك وسدي يركبوا احنا نركب. طبعا ما كانش ينفع نركب كلنا سوا عشان عاصم، ما ينفعش طبعا الاطفال يركبوه خالص. ايه ده، ساندي وملك ركبوا طبعا كانوا قاعدين بيتصوروا وهم راكبين. بصوا هي بتلف كده زي ما انتم شايفين، برضو الفرد فيها ب20 جنيه. انا كنت واقفه من تحت دايخه اصلا فوقفنا انا وعاصم بقى تحت نصورهم واحمد، وهم بقى طبعا ركبوا واحنا هنطلع بقى تشوفونا زي ما شفتونا في اول فيديو كده ركبناها. بس انا كنت مرعوبه، بس كانت تجربه حلوه على فكره. بصوا اللعبه دي انا سميتها دوخيني يا لمونة دوخيني انا كنت واقفه بص عماله تلف تدوخنا ايه في ايه. انا حاسه ان انا دخت اصلا وانا واقفه تحت، يعني انا من غير بركب انا دخت. ساندي وبلك كانوا مستمتعين جدا. عايزه اقول لكم ان هم طلعوا ركبوها تاني، يعني احنا بعد ما ركبنا هم فضلوا يصمموا عايزين يركبوها تاني. بصوا بقى في كذا لعبه برضو، في لعب قليله قوي اللي هي ب10 جنيه للفرد، اللي زي دي مثلا بتاعه الاطفال دي ب10 جنيه. بصوا عاصم اول ما ركب اول ما الراجل هيلف ويشغلها بصوا هيعمل ايه. بس هو كده كان قاعد يصوت وعايز ينزل جبان، عايز حد يقعد جنبه. طبعا ما قلنا له ينفع اي حد من اخواته يقعد، قال لا دي بتاعت اطفال ما ينفعش كبار. هنا بقى كان شطان في لعبه اشترى اللي هي اللعبه بتاعت البلالين دي اشتريها. هنا بقى خلاص بقى ناويين انا واحمد ان احنا نطلع نركب. عايزه اقول لكم ان احنا وقفنا كتير قوي يجي نص ساعه عشان نستنى حد يركب معانا، كانت الحديقه فاضيه وما ينفعش نركب يعني نقعد جنب بعض ومفيش حد جنبنا، بيقول عشان التوازن. قالوا غلط، لازم انت في يعني في حته وهي في حته. فانا قلت له لا لازم تركب معايا انا بخاف اقعد جنبي المهم استنينا نص ساعه لما جه ناس تاني وركبوا معانا. هنا بقى كنت مش قادره اقول لكم انا كنت خايفه اصلا ابص يمين وشمال، انا كنت مركزه مع الكاميرا وببص للكاميرا مش عايزه ابص. كل ما ادور وشي واحس ان انا فوق كده وطايره كنت بخاف جدا. انا اصلا بخاف من المرتفعات، بقيت بقى كل شويه اغمض عيني يا اما ابص في الكاميرا، ما كنت خايفه جدا
كنت مرعوبة، بس هي كانت حلوة بصراحة، يعني تجربة لذيذة. عاصم بقى تحت ما سكتش، قعد يصوت وعايز يطلع لنا بأي طريقة. فضل فرح الدنيا علينا، عايز يطلع يركب معانا. طبعا ما ينفعش الأطفال يركبوها خالص. هنا بقى كنا نزلنا خلاص بقى وركبنا، كانت ساندي وملك ركبوها تاني، وعاصم ركب واحدة تاني، وخلاص بقى كنا خلاص دخنا. هنا القطة طبعا دي حبيبة عاصم، أي قطة لازم يجري وراها عاصم. خلاص بقى احنا كده خلاص استمتعنا واتفسحنا، وكان يوم حلو قوي جدا واتبسطت على فكرة. انا كنت تعبانة بس نزلت فكيت بجد والله، كنا تعبانين جدا. الدور بتاعنا كان جامد، بس الحمد لله طلعت الفسحة حلوة وانبسطنا جدا. يا رب تكونوا كمان اتبسطتوا معانا. وعايزه اقول لكم بقى احنا كده خلاص مروحين، هنشوف بقى نتعشى ايه ونروح نجيبه ونروح على البيت. احنا ماشيين بقى استعدادات بقى لرأس السنة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. وان شاء الله الاجواء بقى بتاعت رأس السنة واحتفالات بتاعتها هصورها لكم، عشان حبايبي اللي بره مصر واللي جوه مصر برضو يشوفوا مصر وجمالها والاحتفال برأس السنة. واستنوني بقى في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هتعجبكم. يلا باي باي.